خليني اقول لك حقيقة تخوف شوية، انت مش فاشل، انت مبرمج على الفشل. لان المشكلة مش في شخصيتك ولا في قدراتك ولا في ظروفك. المشكلة بتكون غالبا في جملة اتقالت ليك وانت صغير، اتزرعت في دماغك وبتتحكم في حياتك لحد النهاردة، ولو ما فهمتش انها مش منك ومزروعة جواك هتقضي بقية عمرك مصدقها. جملة زي انك مش كفاية او مش واثق كفاية او مش قادر كفاية. الجملة دي برنامج اتزرع في عقلك وانت صغير، وهو اللي قرر ثقتك في نفسك، اختياراتك، علاقاتك، ومستواك المادي ومستقبلك. البرنامج الخفي ده في علم النفس اسمه كور بيليف، المعتقد الجوهري عن نفسك، وده اتكون قبل ما تكمل 7 سنين، والدماغ لسه بيتكون. كان بيسجل كل حاجة حرفيا من غير فلترة أو دفاعات إنك مش كده، واللي اتسجل من وقتها بقى قانون حياتك النهاردة. علشان نكشف البرنامج ده جوه عقلك هنعمل اختبار صغير. لو قلت لك اوصف نفسك بكلمة زي ما انت شايفها، كمل الكلمة دي فورا وبدون أي تفكير. أنا. أول كلمة طلعت في دماغك ده البرنامج بتاعك. لو كانت الكلمة مثلا زي أنا حظي وحش أو أنا فاشل أو أنا ضعيف، اعرف إن دي مش أفكار، دي أوامر تشغيل جوه عقلك، ودماغك بياخدها إنها أمر وينفذه على حياتك. الدليل إن العلم العصبي بيقول العقل ما بيقدرش يفرق بين فكرة متكررة وحقيقة حصلت فعلا. عارف أنت المثل اللي بيقول بيكذب الكذبة ويصدقها؟ أهو ده بقى اللي بيحصل حرفيا. كل فكرة بتتكرر كتير بتبني مسار عصبي جديد، نيورال باثواي. لما بتقول مثلا أنا ما عنديش ثقة في نفسي، أنت حرفيا بتحفر طريق في دماغك يمشي عليه مستقبلك. إزاي بقى نفكك البرنامج ده؟ أول حاجة هنعمل تعرية للفكرة نفسها. هات ورقة وقلم وما تكسلش، لأن دي خطوة مهمة. اكتب الكلمة اللي شغالة جواك، مثلا أنا فاشل، واكتب جنبها مين قال كده وإمتى وفي موقف إيه. في اللحظة اللي بتكتب فيها الدماغ بيبدأ يفصل بينك وبين الفكرة. هنكسر المصدر لما تسأل نفسك اللي زرع الجملة دي فيه كان كامل، ناجح، مستقر، فاهم هو بيقول لك ايه. الحقيقة الموجعة ان اكتر من 90% من معتقداتك السلبية اتزرعت من بشر موجوعين مش من حقائق. هنعيد البرمجة العصبية. اختار جملة جديدة بديلة للبرنامج القديم، تكون واقعية وقوية. انا بتعلم وبتطور كل يوم، انا استحق اي فرصة تجيلي، انا اكبر من اخطائي. اكتبها وكررها بصوت مسموع مع تنفس بطيء وهادي، وبعد 21 يوم دماغك هيبدأ يبني طريق عصبي جديد والقديم يبدأ ينهار. وعلشان نثبت الجملة الجديدة اعمل فعل صغير كل يوم تحاول تثبت بيه البرنامج الجديد، لأن الدماغ بيصدق الفعل أكتر من الكلام. الحقيقة اللي لازم تعرفها، أنت مش محتاج تكون شخص جديد، أنت محتاج تفك البرنامج القديم. لأن الثقة مش صفة، الثقة نتيجة لما دماغك يبطل يشتغل ضدك. في الحلقة الجاية هندخل على أخطر برنامج اتزرع في الإنسان، برنامج الاستحقاق. ليه في ناس بتنجح وناس بتفضل مكانها رغم إنهم شبه بعض؟ لو الكلام حرك حاجة جواك يبقى أنت بدأت تفوق، وخليك مع عقلك لأنه بيشتهي الحقيقة.